يا شيخ طلعت وفتح ودنك على الاخر. اللي جاي اسمه عمرو عنده عقده مش نقطه، كل ما يجي يتجوز مفيش عروسه ولا عروسه كتير، ونفسه يتجوز هيتجوز على روحه. هتسكنه؟ هو جاي الشيخ ولا جاي الخطبه يا عم علي؟ زي بعضه، حل له الموضوع. قعدوا احنا نعرف له ايه المستخبي. خش يا استاذ. اقعد يا ابني. يا لهوي، انت عادتك صعبه ليه يا شيخ كده؟ ايه المطلوب؟ والله يا شيخ كل ما اروح اخطب واحده الموضوع يتفركش قبل الفرح باسبوع. ده كم مره حصل الموضوع ده؟ يعني 5 مرات. 5 مرات؟ انت على كده حالتك صعبه قوي. طب والعمل يا شيخ؟ هشوف لك العمل دلوقتي. اصبر عليا. خضتني يا شيخ. ايه يا شيخ؟ لما تتخضش اشوف من ده كتير. بص يا ابني، انت معمول لك عمل مدفون في طلب الغفير. ده فين تراب الغفير؟ طلب الغفير دي يا ابني كان بعيد، بس مش هتعرف تجيبه ولا الساعة 2 بالليل. تعرف تروح المقابر الساعة 2 بالليل؟ نروح 3 و4. ماشي. ابعت معاك 2 من الحراس بتوعنا. 6 مش هتشوفهم، هم يبقوا شايفينك. تمام يا شيخ. بس تخلي بالك عشان لو الساعة جت قبل 2 أو عدت 2 مش هتلاقيه. خلاص قبل 2 هتلاقينا عندك يا شيخ. خد يا ابني الحاجات دي تجيبها لي وتيجي يوم الاثنين الجاي عشان اعمل لك اللي هعمله، ويوم الثلاث هتروح المقابر الساعة 2 بالليل ومعاك الناس اللي تابعنا. خلاص يعني يوم الثلاث يا شيخ. بس لو حصل أي حاجة ما تقلقش وما تخافش، دي بتحصل كتير. مش خايف يا شيخ. لا جاي معاك. هنا مفيش خوف. ما انا جاي هناك. معاك. خاف ليه؟ هناك انا مش هكون معاك ولا حد هيكون معاك. يعني هبقى هيكون معاك لوحدي؟ 2 بس انت مش هتشوفهم. يعني هبقى لوحدي هيبقى لوحدك. وفي المقابر والساعة 2 انا بالليل؟ قلت لك يا ابني هتخش، قلت لك خش. انت بق يا ابني ولا ايه؟ خلاص يا قلت لك شيخ. هتخش، قلت لك خش الساعة 2. اللي انت شايفه يا شيخ. يلا يا ابني توكل على الله، وبعد ما تجيب اهم حاجة الحاجات اللي معاك دي تجيبها. دي هتجيبها امتى؟ يبقى لي يوم الثلاث الصبح. يبقى لي يوم الاثنين وابعتك يوم الثلاث تروح تفك العمل بتاعك. خلاص يا مولانا. بسرعة وهتفضل طول عمرك كده. مفيش واحد هترضى بيك. خلاص ماشي. علي. ايوه جاي. مين اللي عليه الدور يا عم؟ اصحى يا شيخ طلعت. ايوه جاي. بص بقى، اللي جاي اسمه محمود عنده عقده من الشغل، مش لاقي وظيفه، وكل ما يروح وظيفه تبوظ. ها ايه المطلوب؟ اخليه يخش. هاتوا احنا نشغلها. خش يا محمود يا ابن محمود. يا محمود تعال اقعد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا محمود. عرفت اسمي منين؟ ايه؟ اسألي السئل برضه. ده نفسك جاي عند مين؟ اعمل ايه؟ طبيعي تعبت من كل حاجه يا شيخ، مش عارف. قول لي ايه حكايتك؟ في الشغل يا شيخ، شغل ماله؟ كل ما اروح حتى اشتغل فيها اه. ما بلاقيش فيها متحيز زي الناس يا شيخ. ازاي وايه اللي بيحصل لك؟ يعني انا صاحب الشغل كده بيزعلني وبيعمل معايا حاجات وحشه مش زي اي حد. حاجات وحشه يعني. زي ايه؟ يعني زعيق وانت مش عارف في هو الشغل مش والكلام هيزعلك ده. الا لما تكون غلطان. إزاي يا شيخ؟ فاكر لما اداك الشغل توصله وقعدت فيه 3 ايام؟ غصب عني يا شيخ. غصب عنك، شغل الناس يقعد لي 3 ايام. انا اعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ تنجز شغل الناس وتحافظ عليه، ولا هي شغل الناس لعبه وبعد كده تنطط كل شويه بشغلانه؟ يا شيخ انا غصب عني، انا اعمل ايه طيب؟ طب وانت جاي دلوقتي اعمل لك ايه؟ عايز حاجه كده تكون شغال في الشغل وزي الفل وتخلي حاجه زي ايه يعني؟ حاجه اعمل لك ايه انا؟ انت لازم تهتم بنفسك وبشغلك وبشغل الناس. طب قول لي ازاي يا شيخ بس؟ اقول لك انا. ايه اكتر حاجه اشتغلتها وطولت فيها؟ المباني يا شيخ، وكان شغل زي العسل حبيتها؟ جدا جدا يا شيخ. تروح تشتغل في المباني. فاكر اخر عماره اشتغلت فيها في المباني؟ اه. وقعت على اصحابها. يبقى ايه العيب من مين؟ من الصنايع يا شيخ. الصنايع ازاي؟
مش انت اللي كنت صنايعي فيها وعامل فيها بنا؟ اعمل ايه طيب؟ وانت انت حاببها عشان انت كنت انت الصنايعي فيها. انت نعمل مش ايه عايز حد يتحكم فيك، انت عايز تتحكم في الناس، وده ما ينفعش. اشتغل شغلانه تكون قدها. يعني اعمل ايه طيب يا شيخ؟ ايه ده الصح؟ تحافظ على شغل الناس. زي ايه يعني يا شيخ؟ بس انا مش اطلع فاهم. لعمك علي بره، هو يديك ورقه مكتوب فيها حاجات هتطلع تعملها. علي، مين اللي عليه العين يا علي؟ واحدة اسمها عزيزة أوه. بس مش لذيذة. ليه؟ أصلها خايفة جوزها يتجوز عليها اسمها عزيزة؟ عشان عايزها تخس انطرين وفدانين، بتاكل كتير والزلابية كتير. أدخلها. اسمها ايه؟ اسمها عزيزة اللي مش لذيذة. اللي جاية من الجيزة. اللي جاية من الجيزة. لا أدخلها. ابعتها. خش يا عزيزة. ايه حكايتك يا عزيزة؟ قولي يا شيخ متجوزة وجوزي عايز يتجوز عليا. ده ما عندوش نظر والله. قولي يا وايه شيخ اللي والنبي حصل؟ اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ انت عرفتي منين اللي هو عايز يتجوز عليك؟ شفت محادثاته على الفيس وعلى الواتس ومكالماته مع النسوان كل يوم والتاني بالليل. كل يوم والتاني بالليل. مم. وانت عايزة تعملي ايه دلوقتي؟ عايزة تشوف لي حل يا شيخ، مش عايزاه يروح مني، مش عايزاه يلف على واحدة تانية. ما انت لو حافظت عليه من الاول ما كانش لف على حد تاني. صح ولا لا؟ صح. ما هو كده، نعمل الغلطة وبعد كده نندم. اقول لك هتعملي ايه؟ هتروحي عند عمك علي وهيديكي ازازة فيها مية، كل يوم هترشيها على حسب الباب وهو خارج. بس خلي بالك، لو حد خط عليها غيره العالم هيتقلب، هيبقى العكس. عارف يعني ايه العكس؟ لا يا شيخ مش عارفة. يعني هيتجوز عليك وهيقع المحظور ومش هتعرفي تعملي حاجه، ولا احنا بايدينا حاجه. حاضر يا شيخ. روحي لعمك علي وهيديكي كل حاجه. عندك حاجه تانية عايزه تقوليها؟ لا شكرا يا شيخ. السلام يلا. عليكم. علي، المشروع ده يكسب ذهب. اهي الناس يا اخويا مصدقاك مع انك كنت صبي حلاق، ناس ومصدقين مغفلين ومصدقيني مع اني كنت صبي سباك. شفت بقى؟ بس ايه رايك، دي احسن ولا السباق؟ انت عارف النهارده احنا عاملين كام؟ كام؟ لا عايز اقول لك كام؟ والنص بقى لما نتقابل على القهوه بالليل. أوه. ها؟ يعني اكتر من اللي كنت بتعمله انت سباك؟ اما ناس هبل صحيح. استنى بقى اقول لك انا حاجه، الناس دي هي اللي عامله كده في نفسيها. بيصدقوا اي حاجه. بيضحكوا عليهم وينصبوا عليهم، ومفيش واحد من الناس اللي انت شايفها دي مشكلته تتحل لما هو يتعلم. بدل ما يتوكل على ربنا ويقول يا رب ساعدني، يمشي يروح ورا لبني ادم. آه. بني ادم مفيش في ايده حاجه يقول لي ساعدني. سبحان الله. يستاهلوا اللي يجرى لهم بقى. هي الدنيا كده، يلا بينا. كل واحد غافل عن اللي هو بيعمله، هو الغلطان. تعالى يا عبيد يا هبل اللي مش عارف يتجوز. مش عارف اتجوز. جبت الحاجه اللي قلت لك عليها؟ ما موضوع مولانا اتحل. حل ازاي؟ وايه اللي حله؟ اتجوزت والله ومراتي حامل كمان. طلع ان شاء الله. ايه الحكايه يعني؟ طلق. لا لا، بعد ده كله تقول له اتطلق وايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. قول لي بقى الفرق بين الجوازات الاولانيه ودي اللي تمت. ايه الفرق؟ ايه الفرق بقى؟ دي جت كده من عند الله. انت كنت الاول بتأجر الشقق ولا تمليك؟ لا تمليك. تمليك. انا عرفت الموضوع كله منين. عرفت منين؟ خلاص. الف مبروك يا ابني، واتكل على الله. الله يبارك فيك. طب ما تعرفني انا. لا السر ده انا بحتفظه بنفسي، وهتعرف في يوم من الايام. يعني هاجي في يوم كده واعرف. لا غلط كان منك انت، مش منهم هم، ولا سبتهم ولا لو رحت لهم. غلط كان منك انت. من انا؟ ازاي؟ السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا شيخ؟ عامل ايه يا محمود؟ الحمد لله يا شيخ. اخبارك؟ جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ جبت والله يا شيخ والحمد لله. زي الفل. رحت الشغل بتاعي والدنيا استريحت. رجعت اشتغلت؟ اه. اشتغلت فين؟ فبالي زي ما انا والله. يا ربنا يستر على اعمال الناس. اللهم امين يا رب. طب وانت دلوقتي المباني دي يا ابني اشتغلت فيها صبي ولا صنايعي؟ لا والله اشتغلت فيها صعب على قدي. ايوه كده، ده الصح يا ابني. العيب طلع منك مش من الشغل ولا اصحاب الشغل.
خلاص يا ابني روح. خلاص يا شيخ. وتعرف عرفت اللي لعب منك خلاص. خلاص يا دكتور. خلاص يا دكتور توكل على الله. خلاص. يا عزيزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما قلتليش يا عزيزة، نعم يا أنت شيخ. ساكنة في المعادي ولا في الجيزة؟ لا في الجيزة. هم الجيزة كلها كده. قول يا بنتي. الحمد لله يا شيخ، جوزي اتعدل معايا وبقى كويس وبقى يدلعني ويهنني ومفيش أي حاجة. وده إيه السبب؟ سببك خيرك طبعا. إيه ده خير ربنا كله الحمد ونعم لله. بالله. عرفت اللي الإهمال كان منك أنت؟ عرفت. طب ما تعمليش كده تاني وحافظي على بيتك وجوزك حاضر. وربنا معاكي. بركاتك يا شيخ. بركات بركات. ربنا. علي يلا تعالى يا علي. ايوه يا مولانا. شفت الحكاية؟ اما هبل صحيح. ها؟ أول واحد ده الغلطة مني. والله. عنده شقة تمليك وطمع وفكر إن عنده شقة تمليك هيشغل الناس بيها. كان يروح لأهل العروسة يخلوهم يفرشوا الشقة كده الجوازات كانت بتتلغي. لو فكر ان المشكله اتحلت ببركه مولانا. ها؟ يا مولانا. رضا الله. والتاني بقى اللي شغال ده اللي عامل وفصاده ده. بيخش يلعب على ناس يقول لهم انا صنايعي. كل شغلانه انا صنايعي انا صنايعي. حالي كابوريا ده صح؟ لازم ايوه اللي حالي عليه كابوريا ومناخير. ابو مناخير ده اللي عامل الساعه. هو ده بقى داخل ويخش على الناس في الشغل ويقول لهم ايه؟ انا صنايعي. تعرف يبوظ الشغل يقول لك بتغفل. يخش يقول لك بتغفل. انت عارف البت التخينه جوزها دي بقى لا جوزها بقى كويس ليه؟ اه عشان بطلت تاكل فطير. ايوه محشي. محشي اللي بيعمل ورز وحاجات. بقت بتاكل باتون سليم. باتون سليم عشان كده خست. ده خدها رد. لا وفاكر يا مولانا ان انت السبب. ها؟ راجل السبب. كانت بتعمل في بيتها رزق اللي يبلع يجي الجميل. يجي من بيته يا شيخ ناصر. يا نعمة